اهلا وسهلا فيك استاذ ناصر طنجي، امين سر لجنه الحكام الرئيسي باتحاد كره اليد. شو فيك تحدثنا عن اهميه هذه البطوله والتعليمات الجديده التي صدرت بخصوص التحكيم فيها؟ التعديلات الجديدة اللي صدرت لهذه البطولة تتكون من 3 أشياء: تبديل الحارس، الكرة بدون لاصق، عدم تبديل الحارس المرمى إلا بتايم أوت أو 7 متر، والتبديل بالدفاع ممنوع بس بعد الاستحواذ على الكرة. في عندنا كان نقص بالكادر التحكيمي حاليا وما اشوف وجوه جديده، يعني شو رايك انت بهاي الوجوه الجديده هلا المتقود المباريات؟ يعني الاتحاد ولجنة الحكام عم بتعاونوا لإنشاء مدارس تحكيم بالمحافظات جميعها، من أقصى الشرق لأقصى الغرب، من أقصى الجنوب لأقصى الشمال، وراح يتم تفعيلها قريبا جدا جدا يعني، وبلشت بدمشق وحما إن شاء الله. مستوى الفرق اللي شفته انت ومستوى التحكيم اللي يعني نظرتك له شو ممكن انت؟ مستوى التحكيم جيد لحد الآن، يعني لم يحصل أي إشكال تحكيمي يعني أو مؤثر على النتائج أو هيك. الحكم إنسان يخطئ يعني، والخطأ البشري يعني لا يحاسب عليه الحكم، أما أنا أحاسب الحكم على الخطأ المقصود. اهلا وسهلا فيك كابتن ناصر، وشكرا لك ولهالمعلومات. شكرا لك استاذ مالك، شكرا لمتابعتك. اهلا وسهلا.